انت اكيد قاعد دلوقتي نفسك تهاجر وتبتدي حياة جديدة، وعارف انك قاعد مشتت ومش عارف تهاجر فين وايه الدولة المناسبة ليك. في فيديو النهاردة انا هساعدك ازاي تهاجر، وهمشي معاك خطوات عملية بالطريقة الصح اللي تختار بيها الدولة المناسبة ليك. الاول خلينا نتكلم عن ايه هي انواع الهجرة. احنا عندنا نوعين من الهجرة. النوع الاول هجرة مؤقتة، والنوع التاني هجرة دائمة. الهجرة المؤقتة وهي انك بتسافر فترة معينة من الزمن لهدف معين وبعدها بترجع بلدك. يعني مثلا مهندس سافر الامارات يشتغل 5 سنين عشان يعرف يحوش مبلغ ويكون نفسه وبعدها بيرجع بلده، او حد تاني سافر المانيا يدرس ماجستير وبعدها بيرجع بلده. والهجرة المؤقتة بتقدم انواع التأشيرات للفئات دي: تأشيرة الدراسة، تأشيرة التدريب والتبادل الثقافي، تأشيرة العمل بالخارج، تأشيرة الزواج، تأشيرة المستثمرين، تأشيرة الفريلانسرز او اللي بيشتغلوا اونلاين، التقاعد بعد المعاش. طبعا في حاجات تانية ولكن دول اشهرهم. اما الهجرة الدائمة فهي انك بتكون مسافر بهدف انك تستقر وتعيش هناك على طول، يعني بتسيب بلدك وتبتدي حياة جديدة من الأول. والنوع ده انت بتاخد الإقامة الدائمة بشكل مباشر وبعدها بتاخد الجنسية الدولة اللي انت قاعد فيها. يعني الملخص ان الهجرة الدائمة معناها انك بتسافر بصفة مهاجر بشكل رسمي وفي الآخر بتاخد الجنسية. طيب الهجرة الدائمة متقسمة هي كمان لجزئين، وهنا ركز جدا معايا. الجزء الأول انك ممكن تسافر بصفة مهاجر بشكل مباشر، يعني أول ما بتسافر بتستلم الإقامة الدائمة مرة واحدة وبعدها ممكن بتاخد الجنسية. والنوع ده مش متاح لكل الدول، لكن هو متاح في حاجة اسمها دول المهجر. دول المهجر دي بعض الدول اللي عندها برامج هجرة واضحة ومباشرة، وأول ما بتسافر زي ما قلنا بتدي لك الإقامة الدائمة بشكل مباشر. طيب إيه هي دول المهجر؟ عندك رقم 1 أمريكا، رقم 2 كندا، رقم 3 أستراليا، رقم 4 نيوزيلندا. هم 4 دول وليهم أنظمة هجرة واضحة ومباشرة. مجرد ما بتقدم عليها وبتتقبل بتاخد الإقامة الدائمة بشكل مباشر. وإن شاء الله أنا هبقى أعمل فيديوهات بالتفصيل عن برامج الهجرة المتاحة في كل دولة فيهم. نيجي بقى للنوع التاني من الهجرة الدائمة، وهي إنك بتسافر بطريقة الهجرة المؤقتة اللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو وبعدين بتحولها لهجرة دائمة، ولكن الموضوع ده بياخد وقت طويل شوية. طب ازاي؟ في بعض الدول بتسمح انك لو مسافر مثلا على فيزا دراسة، يعني انت مسافر عشان تدرس في جامعة بره، بعد ما بتتخرج من الجامعة فبيبقى ليك الحق انك تحول نوع الفيزا بتاعتك من فيزا دراسة لفيزا بحث عن عمل مدتها سنة مثلا. خلال السنة دي انت تقدر تدور على شغل، ولو اشتغلت فبتحول فيزا البحث عن عمل لإقامة عمل مؤقتة مدتها مثلا 3 سنين. طبعا الرقم بيفرق حسب كل دولة. وبعد 3 سنين من الإقامة المؤقتة تقدر تحولها للإقامة الدائمة، وبعد كام سنة تقدر تقدم على الجنسية. يبقى كده انت كنت داخل البلد بفيزا دراسة، وبعد طريق طويل اخدت الإقامة الدائمة وبعدها الجنسية. او مثلا دولة زي ألمانيا عندهم نظام بلو كارد اللي بتسافر بيه على عقد عمل، وبعد كام سنة بتقدر تحول الإقامة بتاعتك لإقامة دائمة وبعدها الجنسية. أنا دلوقتي همشي معاك خطوات عملية كأني مكانك، وهقولك إزاي تنظم أفكارك وتفكر بالطريقة الصح. رقم 1 هسأل نفسي: أنا هدفي من الهجرة إيه؟ هل أنا عايز أشتغل فترة مؤقتة وأرجع، ولا أقعد على طول، ولا هعمل إيه؟ طيب أنا هختار إن هدفي يكون إني أسافر دولة تديني الجنسية وتكون دولة قوية. يبقى كده هعمل فلتر على الدول اللي بتدي الجنسية، لأن في دول مش متاح إنها تدي الجنسية. رقم 2 اللغة. لو انا واحد بعرف اتكلم انجليش كويس، وطبعا اكيد بعرف عربي، وما عنديش لا طاقه ولا وقت اني اتعلم لغه جديده، فهنا هبتدي اعمل فلتره تانية للدول اللي بتتكلم انجليش وعربي. فلو شفنا الدول اللي بتتكلم عربي وجواز السفر بتاعها قوي وبتدي الجنسيه، هتلاقي ان الدول الخليجيه مش بتدي الجنسيه اصلا، حتى لو عندهم قوانين بتسمح بكده. لكن الواقع ان محدش بياخد الجنسيه، واخرك انك بتروح تشتغل وترجع بلدك تاني. او لو دولة زي الامارات، ممكن لو انت شخص من فئات معينة انك تاخد الاقامة الذهبية في الامارات لمدة 10 سنين. يبقى كده في عملية الفلترة هستبعد الدول الخليجية. نيجي بقى للدول الاجنبية ونعمل فلتر ونشوف ايه الدول اللي بتتكلم انجليش وفي نفس الوقت ممكن بتسمح انها تدي الجنسية للاجانب. هلاقي ان في كندا، في امريكا، في استراليا، نيوزيلندا. والاربع دول دول بيدوا الاقامه الدائمه بشكل مباشر، ولو بطريقه مش مباشره عندنا بريطانيا وايرلندا. رقم 3 هبتدي بالدول اللي عملنا فلتر عليهم وبيدوا الاقامه الدائمه بشكل مباشر. عندنا امريكا، ونظام الهجره بتاعها اسمه اللوتري الامريكي او الهجره العشوائيه. هي من اسمها حاجه بتتعمل بشكل عشوائي، كل سنه بتدي 50,000 تاشيره متقسمه على كل دول العالم. يعني شوف كم مليون على مستوى العالم بيقدم، او من بلدك بيقدم، فهتلاقي ان نسبتك ضعيفه جدا، شبه منعدمه. يعني من الاخر حاجه بالحظ، ما ينفعش ابدا اني اعتمد عليها. هنا هاخد القرار ازاي؟ هقدم عادي جدا على الهجره وهنساها لغايه لما تطلع النتيجه. والله لو كسبت يبقى تمام، ولو ما كسبتش يبقى انا مجهز بديل تاني غير امريكا. يعني موقفتش حياتي عليها لان هي حاجه بالحظ ونسبتها ضعيفه جدا. يبقى كده للدول اللي ممكن اهاجر ليها بشكل مباشر بعد فلتره زي ما قلنا،
امريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا. هبتدي اعمل سيرش واشوف برامج الهجرة المتاحة في كل دولة. انا هبقى اعمل لكم فيديوهات منفصلة عن برامج الهجرة في كل دولة، ولكن بشكل سريع كده هلاقي ان كندا افضل بالنسبة لي، لان عندها برامج هجرة كتير متنوعة، بحيث لو في برنامج شروطه صعبة او المنافسة فيه عالية فممكن الاقي برنامج هجرة تاني يكون مناسب ليا. يبقى كده انا في النهاية استقريت على كندا. دول زي استراليا ونيوزيلندا شروطهم اصعب شوية، ولكن هي مش مستحيلة، بس انا بالنسبة لي هشوف ان كندا مناسبة ليا اكتر، وممكن حد تاني لما يقرا شروط برامج الهجرة يلاقي بالنسبة له استراليا افضل او نيوزيلندا. رقم 4، ندخل بقى على الدول اللي لغتها انجليش وفي نفس الوقت فيها برامج بتأهلك بشكل غير مباشر انك تاخد الجنسية. وبعد عملية الفلترة كنا استقرينا على ايرلندا وبريطانيا. بريطانيا فيها نظام جديد بالنقاط شبه النظام في كندا، ولكن بتديلك إقامة مؤقتة في الأول، وبعد كام سنة بتاخد الإقامة الدائمة وبعد كده الجنسية. أما إيرلندا فهي عن طريق برنامج محتاجين فيه وظائف معينة فيها عجز، لو وظيفتك فيها ولقيت شغل هتسافر على عقد عمل، وبعد فترة بتاخد الإقامة الدائمة وبعدها الجنسية. رقم 5، هتشوف بالنسبة لتخصصك ومجال عملك إيه الدول الأفضل فيهم. لو انت مثلا دكتور او صيدلي هتشوف ايه الدول اللي اجراءاتها معقده وايه الدول اللي اجراءاتها سهله ومناسبه ليك، وتبتدي بعدها تفلتر. انا بالنسبه لي مثلا كل الدول اللي انا اخترتها مناسبه ليا ولمجال تخصصي، يعني اي دوله فيهم هتبقى مناسبه ليا للهجره. رقم 6 كده عمليه الفلتره النهائيه هتبقى كندا، امريكا، بريطانيا، ايرلندا. هل لازم تختار حاجه واحده فيهم؟ الاجابه لا، انت هتمشي في كل الاتجاهات عشان يبقى عندك كذا بديل، وهتمسك دولة فيهم وتبتدي تعمل سيرش وتشوف ايه برامج الهجرة المتاحة وايه الشروط والاوراق المطلوبة. يعني مثلا امريكا هتقدم على نظام الهجرة العشوائية وهتنساه زي ما قلنا لغاية يوم النتيجة. كندا هتبتدي تشتغل على الاوراق المطلوبة زي شهادة الايلتس ومعادلة الشهادة بتاعتك. بريطانيا وايرلندا هتجهز سي في محترم ويكون عندك خبرة معقولة وتبتدي تدخل على مواقع التوظيف وتقدم. يبقى كده انت مشيت في كل الاتجاهات، واللي يجي لك الاول فيهم هتقبل بيه. لو اتكلمنا على مثال تاني مثلا بشكل سريع، ان واحد بيعرف لغه فرنساوي وعايز يهاجر، ازاي هيختار الدوله المناسبه ليه؟ لو عايز يهاجر على اقامه دائمه بشكل مباشر هيبقى الاختيار الوحيد اللي قدامه كندا. حد هيقول لي هي مش لغه كندا انجلش زي امريكا؟ هقول لك انت صح، بس في مقاطعه في كندا اسمها كيبك، ودي مقاطعة لغتها الرسمية فرنساوي وفيها برنامج هجرة مخصص للناس اللي بيتكلموا فرنساوي. دي كده خطوات عملية أنا مشيتها معاك خطوة بخطوة عن إزاي تختار البلد المناسبة ليك إنك تهاجر. ويمكن أنا هدفي من المحتوى اللي أنا بقدمه على القناة إني أخلي تفكيرك يكون بشكل منظم وبطريقة عملية، مش مجرد إني بقولك على معلومات بشكل عشوائي. وقبل ما أختم الفيديو في نصيحة مهمة جدا عايز أقولها لك: اوعى توقف حياتك على الهجرة. أنا بشوف ناس بتقدم على الهجرة الأمريكية لأول مرة ومعروف إنها حاجة بالحظ، ونسبة إنك تفوز فيه حاجة ضعيفة جدا تكاد لا تذكر، ورغم كده تلاقي الشخص بيسأل على جروبات الهجرة: يا جماعة إيه أفضل ولاية ممكن أعيش فيها؟ أو حد يقولك أنا لو اتقابلت في الهجرة إيه الخطوات اللي أعملها؟ وهو أصلا لسه مقدم والنتيجة بتظهر بعدها بشهور كتير. يا صديقي العزيز، قدم وانسى. ليه بقولك كده؟ لأن مثلا هجرة أمريكا أنت بتحط نفسك في مود إنك خلاص أكيد هتكسب وتسافر، ودي طبعا حاجة بإيد ربنا، فلما النتيجة تظهر وتلاقي نفسك ما اتقبلتش هيجيلك حالة إحباط واكتئاب، وممكن تخليك حرفيا تفضل واقف مكانك ومش بتتقدم لأي خطوة قدام، لأن أنت كنت عايش في عالم موازي إنك خلاص عايش في أمريكا لدرجة إنك اخترت الولاية اللي تعيش فيها وهتشتغل إيه هناك. لكن الذكاء إنك تشتغل وتعمل اللي عليك وتاخد بالأسباب والباقي على ربنا. الهجرة مش نهاية الكون، لكن اشتغل واتعب على نفسك وشوف ايه المطلوب عشان تهاجر وابتدي يشتغل عليه. لو في دولة محتاجة مثلا امتحان انجليش زي الايلتس روح ذاكر انجليش وامتحن. دولة شايف ان فرص الهجرة فيها عالية لكن لتخصصات معينة زي تحليل البيانات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، لو سنك صغير وعندك امكانية انك تتعلم مجال جديد روح اتعلم المجالات دي وانت في سن صغير، او لو عندك وقت فاضي انك تعرف تتعلم مجال جديد واشتغل على نفسك عشان تحقق حلمك. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك واشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولو عندك اي اسئلة اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك، ولو محتاج استشارة مدفوعة عن السفر والهجرة تقدر تتواصل معايا عن طريق اللينك اللي هسيبه لك في ديسكريبشن الفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.